مرحبا بكم معنا في واحد القصة اللي جديدة ومتنوعة على القصص الآخرين اللي فاتوا عندنا في القناة. هاد القصة هادي وقعت لواحد الشخص اللي سميتو حمزة، وقال لي أنني نرويها لكم باسم تاعي أنا محمد. في واحد الدوار معزول بعيد على الطريق الوطني كانت كاينة واحد الأرض اللي كيعيطوا ليها بالحومة التحتانية. الناس ما كيدخلوش ليها بالليل وما كيهضروش عليها بأمها، كيقولوا هاد الأرض معامرة ولكن ماشي بنات. حتى لواحد النهار غتجيبني القدرة أنني نخدم أستاذ في ديك المنطقة. جيت مع العلم أنا ما عارفش بلا الأرض مسكونة. مشيت قلبت ودرت على واحد الدار اللي قريبة لداك الأرض، ولقيتها بواحد الثمن اللي رخيص بزاف. صافي تفاهمت مع مولات الدار وعطاتني السوارت. تميت غادي بحالي حتى كتعيط ليا، قلت لها اجي نوصيك واحد الوصاية وسمعها مني. إلا سمعتي شي واحد كيعيط ليك بالليل فبلا ما تجاوب، حيت انايا ديك الهضرة ديالها بحال اللي ما ديتها شوية. ضحكت وقلت لها لا ما تخافيش، حسبتها خرافة ولا نتاع شي واحد كيضحك معايا. ما درتش داك الهضرة في بالي ومشيت بحالتي للدار. دوزت داك النهار بخير وعلى خير، وجات اول ليلة اللي كان كلشي فيها واعد، حتى تناصص الليل وسمعت صوت كيعيط: حمزة جاي من تحت الارض. تجمدت في بلاصتي وقلت مع راسي كنحلم، ولكن الصوت رجع قريب: حمزة خرج شوية. الصوت كان بنفس النبرة د الوالدة ديالي. شديت فراسي بيدي وسديت ودني وقرأت آية الكرسي حتى داني النعاس. وأخيرا طلع الصباح ودازت ديك الليلة منحوسة. خرجت في الصباح نشوف شنو كاين، وانا نلقى واحد الأثر نتاع أقدام صغار ولكن معكوسة، الصبع على اللور والقدمة للقدام. ومن وسط الأرض كيطلع واحد الريح سخون بحال النار. مشيت لعند أقرب شيخ في القبيلة، حدي جبتلو هاد الموضوع نتاع الأرض وهو يتبدل وجهه. قال لي هاد الأرض ولدي راه مسكونة، واللي تجاوب معاهم راه وقع العقد. وفي الليلة الثالثة الصوت رجع، ولكن هاد المرة الباب تحل بوحدو. وشفت واحد المرا واقفة في الطلعة، شعرها طويل ولابسة الأبيض وجهها زوين بزاف. قالت ليه بهدوء: حنايا ما بغينا والو، بغينا غير نعيشو معاك بسلام. مدات يديها كانت باردة بحال الحجر. منين قصها شفت رؤوس كتطلع من الأرض وعيون حمراء والضحك والهمسات والصراخ. سمعت صوت جماعة كيقول: مرحبا بك في العائلة. من داك النهار وانا تبدلت، ما بقيت كندير حتى حاجة، يا كنهضر بوحدي وكنضحك بوحدي. الناس في الدوار ولاو كيشوفوني واقف فوق الأرض التحتانية وكنهضر مع راسي. وساعات وانا واقف شوية كنهبط تحت الأرض وما كنبان حتى للفجر. حتى لواحد النهار غادي نختفي. في مرة مشاو كيقلبوا عليا الناس ديال الضو، لقاو الدار خاوية، غير واحد الحفرة كبيرة وسط الأرض وفي وسطها مكتوب بالدم: الدار تبدلات ودابا هو واحد منا. وحتى لهنا اخوانا نكونوا ساهت القصة ديالنا. كنتمنى ان القصص ديالنا يكونوا كيعجبوكم. الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، سبسكرايب، كومونتير وبارطاجي مع شيرك اللي عارفو كيخاف من هادشي.